السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير. ايوه زي ما انتم شايفين دي ملوخية ناشفة. تمام. ومحبة قليلين عشان هعمل طبق بس كده هو قليل، مش هعمل كتير لان انا طبخة فاصوليا وعاملة رز والكلام ده. تمام. وعاملة فراخ. بس قبل ما نقول اي حاجه ولا اقول لكم الفيديو انا عاملاه عشان خاطر مين وبهديه لمين، والملوخيه دي بطريقه مين، هنصلي على النبي. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على الشفيع. على الطريق يا جماعه بيكم بذكر النبي، وعلى الطريق بيكم بذكر النبي، لان حقيقي مفيش احلى من الصلاه على النبي. فيها الخير وفيها البركه وفيها كل حاجه حلوه في الدنيا. يكرمنا ويكرمك يا رب بكل الخير ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. يا رب دايما في الخير، ويا رب دايما منورين الدنيا ومنورين حياتي ومنورين بيوتكم. ايه رايكم؟ بصوا قربوا عشان هم حبه صغننين خالص. لانهم على قد طبق، يعني انا مش هعمل ملوخيه كتير عشان ما تترميش خساره. تمام. الشوربه يعني ايه، احط منها للرز مش عارفه والكلام ده، وزودت منها الفاصوليا. زي ما انتم عارفين انا ما بحبش ازود طبيخ على ميه خالص، بحب لازم ازوده من الشوربه. اهو. احلى حبه ملوخيه ناشفه. طب نقول اول حاجه، حبيبه قلبي الملوخيه الناشفه دي بطريقه مين؟ الله يرحمها. الله يرحمها ويجعل مأواها الجنه. علمتني كل حاجة حلوة كل حاجة جميلة، الله يرحمك يا أمي. كان بتعملها بطريقتين. تمام. بس هي في طريقة أساسية ما بتغيرهاش. تمام. هعملها لكم دلوقتي. وفي طريقة تانية كان بتعملها كده هو برضو ايه، يعني ما كانش بتعملها قوي، بس الطريقة اللي انا هعملها لكم دي كانت هي الأساسية وكانت هي اللي معلمها لي. وحتى ابو محمد لما سافر بره وكده، قعد فترة مسافر بره، مرة سافر السعودية مرة سافر الإمارات، فكان بيعمل أكل والكلام فعرفوا الطريقة دي وكان معتمدها بقى هناك. زي ما انتوا عارفين يا حبايبي هناك بقى كان أقرب حاجة الملوخية كان يطبخوها. سهلة وسريعة وجميلة وزي العسل. بجد بجد سهلة جدا. تمام. طب النهارده الملوخيه الناشفه ديت انا عاملاها عشان خاطر مين؟ انا عاملاها عشان حبيبتي واختي وحبيبتي. انا ما بصراحه ما اعرفهاش شخصيا، يعني انا اعرفها عن طريق اليوتيوب. هي اسمها الشيف رشيدة الزين، مغربيه. تعيش المغرب، اهل المغرب طبعا شرفونا ورفعوا راسنا. وكان اسمه كاس العالم، كاس العالم. المهم، اللهم اصلا أنا مش دعوه في الكوره، ماليش في الكوره قوي يعني عشان تبقوا عارفين. المهم حبايبي، اللهم صل على النبي. كانت حبيبه قلبي عملت بتاع عملت ملوخيه ناشفه. تمام. فراحت قالت ايه، المصريين لو بيعملوها بطريقه تانية ولا اي حاجه يبقى يقولوا لنا. فانا بكلمها وكده، يعني في بينا وبين بعض ود وكلام. فقلت لها حبيبتي انا هعملها بالطريقه بتاعتنا وهوريها لك والكلام ده. قالت طب تمام ماشي، انا عايزه اشوفها. قلت لها خلاص من عينيا حاضر. انسانه زي العسل، فوق فوق يعني بجد انسانه محترمه جدا. عسوله وكلامها جميل جميل قوي قوي قوي. كلام الناس المغاربه بقى والتوانسه وحبايبنا دول زي العسل. المهم، فانا قلت لها ايه، هعمل لك الملوخيه الناشفه يا شيف رشيده. انا بقول لها يا رشود. وهي عمل لك، قالت لي خلاص يا اخت محمد ايه، انا مستنيك تعمليها. فانا هعملها لها النهارده وهوريها الطريقه. تمام. وعايزه اقول حاجه بالنسبه لموضوع الشهقه بتاعه الملوخيه. عشان تبقوا عارفين يا جماعه، انا مش عارفه هو مين اللي اخترع كلمه ان انت تشهقي وتعملي كده وانت بتعملي الملوخيه. فانا قعدت كده فكرت مع نفسي، يا جماعه ملوخيه ناشفه. فانا قعدت كده فكرت مع نفسي، رحت قلت ايه ده، يعني انا عايزه افهم يعني الشهقه دي ازاي ارتبطت بالملوخيه، واشمعنى الملوخيه بالذات، واشمعنى بيقولوا المصريين طبعا عشان احنا معروفين بالملوخيه وكده، سواء بقى ناشفه او سواء او ملوخيه خضراء. المهم رحت قلت ايه، ففكرت كده مع نفسي قلت طب ماشي، اكيد بقى اكيد يعني اكيد كده، ده انا برجح يعني وانا بقول الموضوع ان هي واحده كانت بتطبخ ملوخيه، فكان بتعملها على طول مش حلوه. تمام. فجت في مره وهي بتعملها فزودت السمنه اول للطشه بتاعت التوم. فطبعا ما يكون السمنه زايده وتيجي تصبيها او تكبيها في حاجه شوربه او اي حاجه فبتفور. فطبعا ما انا برجح كده. تمام. فهو ده الاقرب يعني لان انت توصفي الوصف ده. فانا بقى ايه قلت ايه، تلاقي هي ايه، وهي زودت السمنه ولا الحاجه اللي هتحطها وحطت الملوخيه وجت طشتها كده في قلب ايه، في قلب الحله اللي حاطه فيها الملوخيه. تمام. راحت فارت، فلما فارت بقى راحت عملت كده. فلما شهقت بقى، فجت بقى بالصدفه الطريقه دي بتاعت الملوخيه عمتها طلعت مسكره. فسالوها قالوا لها انت الملوخيه بتاعتك النوبيه طالعه حلوه، لقيت اصلا انا شهقت وانا بعملها. فمن هنا جت ايه كلمه الشهقه للملوخيه، ان لما تعملي الملوخيه لازم تشهقي. طبعا ده انت كده روحك هتطلع خالص.
فانا بقول الحمد لله الحمد لله ان هي ما صوتتش وقالت يا لهوي ولا الحقوني ولا الكلام ده. فكانت سبتت بدل الشهقه بقى صويت، فكان كل ما واحده تيجي تعمل ملوخيه تصوت فالناس تتلم عليها. فاحنا نحمد ربنا ان هي شهقت ما صوتتش. والله بجد ده كله طبعا ده وقت هزار. انا بقول يعني ممكن تكون هو ده اللي حصل، لاني ما اعرفش ايه علاقه الشهقه بالملوخيه. شهقتي ما شهقتيش، هي الملوخيه تطلع زي العسل من ايديكي. حبيبه قلبي يا رشيده، حبيبه قلبي حبيبه قلبي، من هنا يعني من قدام طبق الملوخيه الناشف دوت. انا بمسي عليك يا حبيبه قلبي، وان شاء الله تعجبك الطريقه بتاعتي وتعمليها. بحبك في الله بجد بجد بجد، بحبك في الله. انا ما بشوفش غير ايديك زي ما انت بتشوفيش غير ايديا كده. بس سبحان من ربنا يعني موفق القلوب. انا بجد بجد بعزك وبحترمك، وبجد يعني تعيش المغرب واهل المغرب. تمام، هنروح بقى على البوتاجاز يا قلبي ونعمل احلى حبه ملوخيه من غير شهق، عشان انا عارفه ان كده كده الملوخيه تطلع حلوه. عشان دي بطريقه الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها يجعل مواجه الجنه يا امي. يلا، عملت انا التوم وحطيت معلقه السمنه وهقول لك هعمل ايه. بصي بقى يا شيف رشيده يا القمر، ده يا جماعه معلقتين توم مدقوقين بالملح والفلفل الاسمر والكلام ده. تمام اهو، يا دوبك بس يصفروا، حاجه بسيطه. دي طماطميه مبشوره حطيها عليه. التومه يا رشوده يا دوبك تصفر حاجه بسيطه كده، ما تحمرش قوي عشان ما تبقاش مره. وتحطي لها الطماطميه المبشوره ديت او نص طماطميه حسب اللي عندك وحسب الكميه، عشان زي ما بقول لك حبيبتي انا هعمل طبق ملوخيه واحد بس، مش هعمل كتير. ماشي اهو، خلاص سهله وبسيطه. زي ما بقول لك لها طريقتين، دي مش طريقه الشهقه، طريقه الشهقه ملوخيه تانية خالص. ماشي، بنطشلها دي يعني ايه الطشه بتاعتها بقى بنعملها الاول، لكن اللي هي بيشهقولها كده دي بتتعمل طشه في الاخر. تمام تمام، انا خليني معاك كده لغايه ما تتسبك كويس. بصي حبيبتي في المرحله دي لو حابه تحطي نص مكعب مرقه او مكعب مرقه حطي. تمام، هيخليها حلوه برده مسكره. شربتك بقى جميله وحلوه كده ومسكره زي شوربه الفراخ بتاعت النهارده اللي عندي، خلاص مش مهم. بس لو انت من الناس اللي بتحب مكعبات المرق في الاكل بتاعها حطيها، هتبقى زي العسل. حطيها في الوقت دوت. تمام حبيبتي، تتسبك كده اهو، توطي بس سنه بسيطه عشان ما تتحرقش. تتسبك معلش بس عشان اطبخه. ماشي يا قمر، هي كده خلاص اتسبكت. انا ايه حطي طبق الشرب. انت لو انت محتاجه تعملي لك طبقين ملوخيه حطي طبقين شوربه. محتاجه زي ما انا هعمل النهارده طبق ملوخيه واحد بس احط طبق شوربه. تمام، هجيب الشوربه واحطها عليها دلوقتي. هي اتسبكت اهي. معلش بس ايه علشان التليفون مقرب قوي من الحاجه من الطاسه. ماشي اهي تسبكها زي العسل. تمام يا حبيبتي، تتسبك بقى يعني ايه تنشف شويه، الميه بتاعت الطماطم والكلام ده تنشف خالص. تمام، هسيبها بس 5 كده، مش عايزه اعلي النار قوي علشان البخار بيجي على التليفون زي ما انت شايفه بيبهدل الدنيا خالص. خلاص يا قمر، دلوقتي انا هجيب طبق اللهم صل على النبي، هجيب طبق الشوربه وافضيه هنا اهوت. اول ما يغلي هاجي برده وهقول لك هنعمل ايه. ديت طريقه التومه بتبقى في الاول، طريقه الملوخيه الناشفه دي بتبقى بحمر التومه في الاول. لكن الملوخيه الثانيه اللي هي بيشهقوا لها ديت تمام بتعملي الملوخيه وبعد كده اهو بتعملها الطشه. هعملها برده في مره تانية عشان خاطر عينك الجميله ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. هعمل لك الطريقه دي والطريقه دي، بس انا النهارده هعمل لك الطريقه ديت وفي مره تانية هعمل الطريقه الثانيه بس مش هشهق. ماشي. ايوه، عشان الملوخيه مش مربوطه والله العظيم بالشهقه خالص يا جماعه والله. يعني الملوخيه الناشفه او اي حاجه يعني حسب يعني الطريقه اللي انت بتطبخي بيها وزي ما بيقولوا النفس والكلام دوت. لما تكون الشوربه مسكره وحلوه بصراحه يعني الاكل بيطلع زي العسل. لو لا قدر الله انت ما غسلتش الفرخه حلوه ولا اي حاجه وطلعت الشوربه مش قد كده بصراحه بتبقى الاكل مش قد كده. انت نضفي الطرق او حته اللحمه تغسليها كويس وتشيلي الزفاره اللي بتبقى الريم اللي على الوش بتاع الشوربه. صراحه بيخلي بعد كده تاخدي حبه شوربه 100 100 فبيطلع الاكل زي العسل، ملوش بقى دعوه ولا بشهقه ولا مش شهقه. ماشي، تسبكت يبقى زي العسل. زي ما بقول لك لو انت من هواة ان انتوا تحطوا مرقه دجاج حطوا مكعب مرق دلوقتي في التسبيكه ديت او نص مكعب اللي يريحك. ما بتحبيش خلاص كفايه الشوربه. تمام، انا هجيب الشوربه دلوقتي، هجيب طبق واحطه ايه في التسبيكه دي، واول ما تغلي هرجع لكم تاني.
بس يا قمر يا شيف رشيدة، بحبك في الله والله العظيم بجد، اقسم برب العزة بموت فيك، بحب قوي طريقة كلامك واكلك اللي زي العسل، ما شاء الله عليكي ما شاء الله عليكي. ربنا يسعدك ويعليكي دايما يا حبيبتي. ادي الشوربة غليت اهي تمام. ودي الملوخية الناشفة، هي ايه ملهاش معيار معين، على حسب السمك اللي انت عايزاه. انت ممكن تكون عايزاها خفيفة، ممكن تكون عايزاها تقيلة. دي يا جماعة طريقة من الطريقتين ماشي. لها طريقة تانية اللي هي بنحط نغلي الشوربة ونحط فيها الملوخية ونعمل لها الطشة تمام. لكن انا دي الطريقة دي بصراحة انا بحبها ومعتمداها طول عمري بصراحة يعني. دي طريقة ام الله يرحمها. هوطي بس النار شوية، معلش سامحيني بس علشان ايه البخار. ماشي يا قمر، هي سهلة جدا، سهلة سهلة يعني تمام. بصوا انا حاسة كده ان هي ايه حلوة، معلش بس عشان البخار. انا حاسه كده ان هي كده مش خفيفه يعني، كده حلوه، سمكها حلو كده يتغمس تمام ماشي. عشان انا عامله طبق واحد بس يعني مش عامله كتير. يعني مثلا فرضا كده لو طبق تحط له معلقتين ملوخيه، ادي اللي اتبقوا من حبه الملوخيه. بصوا عشان كده انا عارفه ان الملوخيه يعني مش هاخدها كلها عشان هو طبق واحد بس. خلاص. والريحه بقى ايه ما اقولكوش. بصي يا قمر، بصي يا قمر كده جميله. نحط منها على الرز، نحط ناكلها بالعيش، ناكلها يعني تمام. خلاص انا هطفي بقى عليها واحمر بقى واعمل حبه رز. انا بحب اخلي الرز في الاخر عشان نكون كلنا متجمعين، علشان يعني احنا بنحب الرز يبقى سخن. خلاص يا قمر، يلا سلام مؤقت، وهرجع لك تاني وانا بدوقها واقول لك على رايي تمام. ايه رايكم بقى؟ احلى شيف رشيده في الدنيا، حبيبه قلبي، احلى حبه ملوخيه عشان خاطر عيونك اهم. بصي عسل، احلى حبه ملوخيه ناشفه في منتهى في منتهى في منتهى الجمال بطريقه امي. الله يرحمك يا امي ويغفر لك ويسامحك يا نور عيني. بصي يا رشيده عسل. رشيده الزندي يا جماعه شيف ممتازه ممتازه ممتازه. اتمنى ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه كل اللي يشوف الفيديو دوت يشترك عندها في القناه. بجد هتلاقوا حاجات جميله وسهله، وهتعرفوا اكلات جديده وحاجات بقى من عالم، من يعني ايه، من بلد المغرب. احلى ناس، واكل في منتهى في منتهى الجمال وبطريقه سهله جدا تمام. لازم نجدد في مطبخنا ونشوف ايه اللي احنا ما يعني مش في بلدنا، نتعلم من بعض. هي هتيجي مثلا ايه عندنا هتخش قنواتنا، هتشوف اكل وتشوف حاجات هتعمل زيه، احنا برضه هنخش عندها في القناه هيعجبنا اكلهم ان شاء الله هنعمل زيه. لازم نتعلم من بعض تمام. بجد حاجتها جميله كده هو. وبص هو كلامها تحفه، كلامها حلو قوي 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 جميل. وهي انسانه يعني اخلاق بجد ومحترمه كده وعسوله عسوله بصراحه. ان شاء الله يكون الاوان ان شاء الله ونشوف بعض زي ما اتفقنا. ان شاء الله وانت باذن الله يقبلها مني باذن الله ويقبلها منك عشان انت تمنيتيها وانا تمنيتها. يا رشيده يا عسل تمام. قلنا ربنا يكرمنا ونشوف بعض ايه قدام الكعبه ان شاء الله يكرمنا ربنا يقبلها مني ومنك. واول ما نشوف بعض نشوف بعضنا انا وانت قدام الكعبه باذن الله من غير مقاطعه باذن الله يا حبيبتي يقبلها ربنا. بصي بقى يا قمر ادي طريقه الملوخيه زي ما قلت لك هعملها لك في منتهى الجمال، يا رب تعجبك. حطها بقى ايه على حبه الرز ابو شعريه. بصوا يا جماعه سحر سحر بصراحه. الملوخيه كده لما بتتحط على الرز تحفه. عسل 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 عسل. معلش بس عشان لسه طافي على الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. الجمال ده فعلا لما بتبقى الشوربه حلوه مسكره بصراحه بتخلي الاكل ايه حاجه تانية. مم. طب ماشي، وانا بقى صدر الفرخه دوت جايباه عشان اسمي عليه يعني ولا عشان اركنه؟ عسل. مم. تحفه والله يا بنات تحفه. يا ريت يجي رشود جنبي كنا اتغدينا النهارده مع بعض والله العظيم بجد. حكايه حكايه يا بنات. بصي يا رشود بقى، احنا عندنا في مصر بنعمل ودن قطه ماشي. اللقمه اهي نتنيها كده اهي ودن قطه يا رشود اهي اهي. عسل. بسم الله الرحمن الرحيم. مم. في منتهى الجمال. عسل.
حكايه. الله الله، يرحمك يا امي ويغفر لك ويسامحك ويجعل مواك الجنه. بجد يا امي حبه ملوخيه بصي عسل. خلاص انا اكلت معاكم اهوت وراكم كل حاجه، ويا رب يكون فيديو جميل وخف على قلوبكم ان شاء الله، ما نحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. تمام. ويا رب تكونوا تستفادوا مني ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. سيبكم بقى في رعايه ربنا، واقول لكم ايه، لايك لايك لايك. سلام يا حبايب قلبي. لايك، اوعوا تنسوا اللايك. سلام.